الشريك الحقيقي بيسند، بس ما ينفعش يفضل شايل لوحده لحد ما ينكسر. أنا اللي بشيلك وأنت اللي بتكسرني. هو ينفع أنا اللي أشيله وهو اللي يكسرني؟ هو ينفع الناس اللي إحنا نشيلها ونقف جنبها تبقى هي سبب تعبنا وكسرتنا؟ أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الشخصية. بتقولي إن مزاجه السيء بقى جزء من يومي، بيرجع من الشغل مكشر ساكت أو منفجر. كل يوم أنا قاعدة على قنبلة موقوتة وأنا ما بين الحذر والسكات. هو تعبان. طب وأنا مش إنسانة؟ أنا رانيا عندي 33 سنة، متجوزة من 7 سنين. جوزي شاطر في شغله بس دايما تحت ضغط، بيصحى متوتر يرجع مكشر، ولو كلمت يرد بعصبية. أنا بقيت حذرة في كل تصرف. لو الأكل مش عاجبه بيقلب وشه، لو الولاد بيزعقوا يزعق لي أنا، ولو سألت مالك يقول لي سيبيني في حالي. انا مقدره تعبه بس هو مش شايف تعبي، ومحدش بيحس بيا لما بتألم، بس لما هو يتضايق او يتألم لازم الكل يسكت. ينفع كده يا دكتوره؟ لا، يعني هو ما ينفعش طبعا. هي بس لازم تعرفي ان الضغوط النفسيه عند احد الطرفين بتبقى شيء طبيعي، لكن تفريغها على الشريك بالشكل الدائم ده عباره عن قوه انفعاليه عاليه قوي على الشريك، وده حاله نفسيه بتحصل نتيجه التوتر اللي موجود لفرد واحد جوه البيت، بيأثر على كل الجماعه اللي موجود. الحل ان لازم يحصل حوار، لازم نقعد نتكلم، لازم نقول ان احنا تعبانين، لازم يشعر ان هو عامل ضغوط علينا. كونه ان هو ناجح وتعبان وشغال كل ده على عيننا وراسنا، بس هو لازم يعرف ان احنا محتاجين استراحه. قولي له انا شايفه انك متضايق، خد وقتك، بس من فضلك لما تهدى كلمني، ما تكسرنيش على طول. والتاني كمان لازم يفهم ان الشريك مش صندوق زباله للمزاج الوحش. لو تعبان يقول اللي هو عايزه ويجرح اللي هو عايزه. الشريك الحقيقي بيسند، بس ما ينفعش يفضل شايل لوحده لحد ما ينكسر. جالي كمان مشكلة تانية، قال لي كل حاجة غلط حتى لو ما عملتش حاجة. بيقول لي كل يوم الاقيها متوترة، بتنفخ، ترد بعصبية. لو سألت في ايه تقول لي مفيش، بس مفيش دي تخليني قافل من الدنيا كلها. شريف عنده 36 سنة، مراته بقت على طول متوترة من بعد ما خلفوا على طول، وهي طول الوقت مش على بعضها، كل حاجة بتضايقها، بتزعق على اقل غلطة، ولو حاولت اهزر تقول لي مفيش دم. انا مش بخونها ولا سيبها لوحدها، بس انا مش عارف اساعدها. وكل ما اتكلم تتهمني اني مش حاسس، بس انا والله بقيت حاسس اني مش موجود اصلا. اعمل ايه يا دكتورة؟ دي عندها حالة احتراق نفسي، دي بتيجي بعد الولادة أو في ظروف ضغوط مستمرة، وبتتحول عند بعض الشخصيات إلى عدوان سلبي تجاه أقرب شخص اللي هو أنت. المشكلة إن الشريك بيتحول لكبش فدا للشخص اللي تعبان نفسيا، وبيتقال عليه مش فاهم، مش بيساعد، مش بيحتويني، مش بيقدر، مش شايف اللي أنا فيه. الحل إن الشريك التعبان ده لازم يسمي اللي حاسس بيه تعب، يسميه توتر، يسميه اكتئاب، يسميه إنه محتاج مساعدة. لازم يتقال الكلام ده عشان ما يتحولش لعصبية مزمنة. والطرف التاني كمان حضرتك ما ينفعش تسكت على طول، لازم تواجه من غير لوم، بس تواجه. مش ممكن تفضل قاعد كده هي عمالة تزعق لك وانت مش عارف تعمل ايه. قول لها انا شايف تعبك بس انا مش عدوك، انا جنبك. السكوت على تعب بيخلي العلاقة عبارة عن ساحة قتال، وكل كلمة حلوة تضيع وسط الزعيق المكبوت. فبالتالي احنا لازم نواجه بعض. مشكلة كمان جات لنا بتقول بيستخدم تعبه كمبرر لكل حاجة. قالت لي بيتأخر عشان تعبان، ما بيتكلمش تعبان، بينفعل تعبان. هو تعبك مبرر لكل وجعك؟ وانا مش من حقي ازعل. لمياء عندها 37 سنة، متجوزة من 9 سنين. تقول لي جوزي دايما بيشتكي من ضغوط الشغل، بس مع الوقت بقيت احس ان كلمة تعبان بقت حجاب بيستخبى وراه. لو طلبت وقت ليا يقول لي مش قادر، لو عاتبته يقول لي انا مضغوط، لو زعلت يقول لي انا مش ناقصك. بقيت احس ان كل تصرفاته مبررة وكل مشاعري مرفوضة. هو الوحيد اللي من حقه يتضايق، وانا لازم اكون دايما قوية حتى وانا بنكسر. ينفع الكلام ده يا دكتور؟ اعمل ايه؟ لا، ما ينفعش. في العلاقات اوقات الضغوط بتتحول لذريعة عشان نتجاهل الشريك. ده بيخلق حالة اسمها علاقة أحادية الاتجاه العاطفي، يعني طرف واحد بس هو اللي بياخد الدعم، بياخد السابورت، بياخد كل حاجة، لكن ما بيديش حاجة. طب الحل ايه؟ لازم الطرف المتعب يفهم ان العلاقة مش راحة ليه لوحده، لا، في مشاركة في الحمل. والتعبان مش مطالب يبقى على طول مثالي، بس مطالب يعترف ان في طرف تاني موجود معاه
تعبان، مش مجرد متلقي بس، له حقوق. قول انا تعبان، بس ما تنساش تسأل انت كمان عامل ايه. في الثلاث قصص رانيا شايلة وحدها، شريف بيتفرج على مراته وبيتوجع مش عارف يلاقيها منين ولا منين، ولمياء كل وجعها ملهوش مساحة عشان هو دايما تعبان. الضغط مش عيب، بس الضغط لما يزيد واللي مضغوط عليه ما بيعبرش عن الضغط ده، الضغط ده بيزيد وبيزيد وبيزيد وبيفسد كل حاجة. قولوا لبعض أنا تعبان بس محتاجك جنبي مش قدامي. واسألوا بعض بصدق، احنا فعلا شركة في النجاح ولا بس شهود على خيبة بعض؟ الحب بيستحمل بس ما ينفعش يفضل يشيل لوحده، لازم احنا الاتنين نشيل بعض. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة، لكن لقاءاتنا لسه ما خلصتش. أشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الشخصية مع أمنية.